والله كنا نقدر في كأس العالم ده بعد ما بنتفرج على المباريات اللي شفناها خلال الفترة الأخيرة بعد خروج المنتخب المصري من كأس العالم، وخصوصا منتخب الأرجنتين، المباريات اللي مر بيها، وإن إحنا كنا ممكن نتواجد مكانه رغم الظلم التحكيمي، ولكن عرفنا إن عندنا منتخب كبير وقادر. بعد ما اتفرجنا بالأمس على مباراة الأرجنتين وإنجلترا، شفنا إزاي إن المنتخب الإنجليزي بيدافع باستماتة بعد ما سجل الهدف وعمل زون ديفنس، وكانت خطة فاشلة. في المقابل الكابتن حسام حسن لما كانت بعض الجماهير كانت بتهاجمه علشان خاطر ان هو كان عايز يكسب، وفضل ان هو يهاجم الارجنتين، ولكن انت قدرت تكسب احترام العالم كله، حتى ان انت كنت بتتقدم يمكن الدقيقة 74 على الارجنتين بثنائية رغم الظلم التحكيمي، خرجت بفضيحة تحكيمية وكل شاهد وكل العالم شاهد. فلكن شابوه للرجالة والكابتن حسام حسن اللي قدروا يقدموا لنا في كأس العالم وجبة كروية دسمة أسعدتنا وأسعدت الجماهير المصرية وحققت إنجاز فريد. ولكن خليني أقول حاجة برضو، نقطة مش عجباني: كمية الانترفيوهات والمقابلات اللي بيعملها اللاعبي المنتخب المصري، وإزاي إن إحنا حققنا حاجة لم تحقق. يعني ده يعني بصراحة نقطة وعلامة استفهام لسبب واحد: عملنا إنجاز ولكن مش للدرجات دي يا جماعة. النادي الأهلي مثلا، أنا كواحد أهلاوي كنت ببقى فخور بالنادي الأهلي لما بيكسب مباراة كبيرة أو بطولة، بيرجع يقول لك احنا خلاص بنشتغل للبطولة اللي بعدها، احنا لازم نبني على الملفات الكبيرة اللي عندنا خلال الفترة الجاية كمنتخب مصر، زي مزدوج الجنسية، زي تصحيح الكرة المصرية، زي اعطاء فرصة للعيبة الصغيرة اللي ان شاء الله تبقى مواهب الفترة الجاية، ويبقى في خطة ودراسة كاملة. كل التوفيق للكرة المصرية فيما هو قادم.